كنت فين يا زبيب؟ شكلك ما سمعتنيش. انا بقول كنت فين يا زبيده؟ انا المرة اللي تخرج من بيت جوزها من غير اذن وفي نصاص الليالي ما تفرقش عن كلاب السكك اللي بتعشر اي كلب معدي. طب اديني فرصه بس اقول لك. وانا ماسكك ما تنطقي. انا انطقي. انا انا كنت في الحسين بصلي الفجر حاضر عشان ادعي لابوك، يعني ربنا يفك سجنه. قامت السوارس خبطاكي زي امينه في بين القصرين. صح؟ لو كررتيها تاني وحياة ابويا يا زبيده لكن عرضك على الطب الشرعي شوفوكوا عطيتي فين في غياب ابويا الفتره اللي فاتت. انت فاهمه؟ فاهمه. فرختك الجايه يا زبيده هتبقى على ظهري. هقتلك يا زبيده لو خرجتي بره البيت. واطيه. ايه يا عيال؟ مالكوا واقفين كده ليه؟ انا كنت بهزر مع امكم. انا سمعت ماما بتصرخ يا سيد. الله، ومن امتى امك ما بتصرخش يا طارق؟ فاهمها يا ورده؟ مش عارفه امك وهزارها ولا ايه؟ ما تقلقش على طارق. طارق دماغه كبيرة وفاهم كل حاجة، ولا ايه؟ يعني هتقولي لي ده اكبر دماغ في البيت كلها. تعالى وانت خشي شوف امك كنت قلت معاها في الهزار. تعالى يا معلم، تعالى يا قص. ادي يا عم النسوان. النسوان ده يا طارق عامله زي كلاكس العربيه بالظبط، كل لما تدوس عليه جامد يزمر اعلى. يعني اللي يسمع صوت امك وانا بهزر معاها جوه يفتكرني بضربها. خدها مني نصيحه، النسوان دي ما بيجيش من وراها غير المشاكل. امال انا ما اتجوزتش ليه لحد دلوقتي؟ ولا انا كمان هتجوز يا سيد. لو النبي لا تتجوز معلش. لا لو انت اتجوزت اتجوز انا كمان. لا معلش اتجوز انت الاول. طب بقول لك ايه، تيجي احنا الاثنين نتجوز في نفس اليوم؟ طب تيجي ننام واللي يصحى الاول هو اللي يتجوز؟ ماشي. يلا بينا يا معلم. بقول لك ايه، عندك عروسه ولا اجيب لك معايا؟ لا هات لي معاك. ماشي. ماشي.